السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ النهارده هنقدم كده مجموعة تشكيلة قرص من عجينة واحدة او مخبوزات من عجينة واحدة، حلو وحادق وسادة. هنعملها افكار حلوة جدا لللانش بوكس، هتنفع للمدارس. طبعا احنا المدارس على الابواب خلاص، كلها اسبوع ان شاء الله، والمدارس تبدأ او اقل من اسبوع. بتحتاري هتعملي ايه لاولادك في اللانش بوكس؟ هتحط لهم ايه؟ هتحط لهم هيفطروا ايه؟ في اولاد ما بيحبوش ياخدوا اكل معاهم وبيحبوا يفطروا في قلب البيت. طب عندنا أفكار كتير أوي ومحتارين هنعمل إيه. تعالى ندخل كده الفيديو ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك لبن رايب بلاش ترميه، أنا عندي اللبن بيروب بحطه في أكياس وعينه في قلب الفريزر. هعمل قرص، هعمل عيش، هعمل مخبوزات هستعمله. أنا هنا عندي كوبايتين من اللبن الرايب، هنزل عليهم بكيس من الخميرة ومعلقتين من السكر. القرص اللي أنا عاملاها مستعملاها ميكس ما بين الدقيق الأبيض والدقيق الحبة الكاملة. عايزة تعملي كله حبة كاملة مفيش أي مشكلة خالص، اعملي بالعكس هيبقى صحي جدا لما تعمليها بالحبة الكاملة. تمام، دوبت كل ده مع بعضه الحليب الرايب أو اللبن الرايب مع الخميرة مع السكر. هنزل عليها بنص كوباية من السمنة، وهقلب كل ده مع بعضه حلو، بحيث ان السمنة ده سمنة على زيت. استعملتهم كده مع بعض ميكس يبقى خفيف، السمنة تاخد النعومية بتاعته والزيت تاخد نعومية الزيت برضو والطراوة بتاعة الزيت. هنقلب كل ده مع بعضه مع بعض كده لغاية ما الزيت والخميرة والسكر كل ده يندمج مع بعضه. بعد كده هنزل عليهم بالمواد الجافة. انا هنا مستعمله كيلو دقيق او اكتر شويه، يعني على حسب بقى ما انت العجينه هتاخد منك. احنا مش عايزين العجينه بتاعتنا تبقى متماسكه جامد، لا احنا عايزينها تبقى حلوه. هنزل عليها كمان بنص كيس من الخميره، لا مش من الخميره، البيكنج باودر. ما فيش، هي مجرد بس هاقلّبهم هاعملهم هاعجنهم مع بعض كده، وهاشوف العجينة شايفين ملمس العجينة عامل إزاي؟ يبقى كده هاسيبها تريّح كده 10 دقايق على ما أجهّز الحشوات وهابدأ أشتغل فيها. أنا مش هاسيبها تخمر، أنا بس زي ما قُلت لكم 10 دقايق كده وبدأت إن أنا أشتغل فيها. أول قطعة دي أنا أخدت قطعة من العجين، حطيت عليها كمون وشمر و آآ وحبّة البركة. أنا الكلام بيضيع منّي مش عارفة ليه. هاقلّبهم مع بعض كده في العجينة، هتبقى طعمها جميل جدًا، جدًا. الكمون طبعًا الحاجات دي حبوب مش مطحونة، الكمون والشَمَر وحبّة البركة أو الحبّة السودا هتدّي للعجينة طعم حلو أوي. طيب أولادي مش بيحبوا الحاجات دي، ممكن تحطّي سمسم، شوفي أولادِك بيحبوا إيه وحُطّي الحشوات اللي هُم بيحبوها. طيب ينفع العجينة دي أعملها